العميل هنا بعد ما اشترى موتوسيكل جديد طلع بايظ. طلع بايظ ازاي؟ تعال شوف الفيديو ده بقى. المكنه دي العميل جالي النهارده بيها، عايز يظبطها. بقاله اسبوع راكبها، بقالها اسبوع على الارض، بس الموتور بتاعها شكله بقاله اكتر من كده. اول حاجه بدأنا بالتانك اللي كان سايب ده، مش راكب في مكانه. عرفت ان دي بشرة خير، خير خالص. طيب، يا ريت على قد كده. طلع المكنه، حل التانك. بعد ما احل التانك الاقي ايه؟ الاقي مسامير الموتور اللي فوق معرقه زيت، تمام، ولما تراب، والجوان بتاع المسمار مقطوع. ده طبيعي؟ ده مش طبيعي، ده مش شغل المصنع. شغل المصنع ما فيش الكلام ده. ده شغل عربجيه، ده شغل عربجيه. طب انت المكنه فيها نصيبه، ظبطها، ما تبانش، الزبون يلبس، الصنايعي الفاهم ما يقطعش عليها. طب انا لولا فاهم وطالع من المطبخ واشتغلت سنين كتير في معارض، انا ما كنتش اقطع الشغله دي. تمام. ده حرام، ومش جوان مقطوع وخلاص. كل ما الموتور حرارته تزيد ويسخن زيادة الصوت يعلى. صوت دغدغة جوه الموتور. الموتور صوته مش طبيعي. تمام. فده كده غلط. انت صاحب معرض وعندك مشكلة زي دي، ما ترجعه، رجعه شركته. اللي انتوا ما تعرفوش ان الموتور ده عليها ضمان 1000 كيلو، والموتور ده محلول من مكنة قبل كده ومحطوط في المكنة دي. طب انت صاحب معرض وعارف بالقصة، ما ترجعه يا عم الشركة، غيره من الشركة. الشركة مش بتدفعه فلوس يا جماعة. الشركة بتدفعش فلوس على تغيير المواتير دي، الموتور اصلا عليه ضمان. مكسل تلبسه الواحد. الراجل جايبها، مش جايبها بيع وشراء وكلام من ده، الراجل جايبها مكنة جديدة علشان يحافظ عليها وتعيش معاه سنة واتنين وتلاتة وعلى كده. مش كل شوية، مرضاش يجيب قديم علشان مش كل شوية رايح جاي على ميكانيك يحصل معاه كده. طيب، في مشاكل كتير بتقابلني زي الموضوع ده، انا هعمل لكم عليها فيديوهات كتير وهوعيكم. ولازما الناس، لازما كل واحد مش فاهمان يفهم، علشان الناس الجعانة دي تبطل تعمل كده، في ان الواحد يعني يبقى غلبان ولا دافع 40 50 60 70 الف جنيه في مكنة، وفي الاخر تطلع ايه؟ موتورها ملعوب فيه. الله اعلم معمرة ولا لا. واي حد حصل معاه موقف زي ده يشاركنا تجربته في الكومنتات، وانا هعمل لكم باذن الله في مستر سكوتر، اعمل لكم فحص للمكن الجديد للزيرو. ايوه، فحص للمكن الزيرو. ما انتش خسران حاجه لما مثلا تجيلي او تروح لواحد فهمان او تاخد واحد فهمان معاك يبص لك على المكنه، بدل ما تاخد مكنه وتلبس. لو الفيديو عجبك واستفدت منه، ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد. واستنانا فيديوهات جايه كتير الفتره الجايه. معاكم مستر سكوتر.